اوكي، السلام عليكم واهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوسف الشمة. حلقة اليوم حتكون حلقة مميزة، حتكون عن نادي برشلونة. برشلونة ثاني أفضل نادي بالعالم حاليا بعد نادي ليفربول، يعتبر حاليا أفضل نادي بالعالم. بدي أحكي على فترة حاليا جاي يتألق بين نادي برشلونة وليفربول. اليوم عندنا فقرتين عن نادي برشلونة اللي هي الإحصائيات وأسباب تفوق نادي برشلونة. قبل ما نبلش حط لايك واشترك. نبلش بالفقرة الأولى اللي هي الإحصائيات. برشلونة حدث لعب 17 مباراة بجميع المسابقات ما بين دوري ودوري الأبطال، فاز ب 14 مباراة وخسر بثلاث. خسر امام نادي ليل في دوري الأبطال وأساسونا في الدوري، وآخر خسارة كانت ضد نادي ريال سوسيداد أيضا بالدوري. سجل الفريق بال 17 مباراة 55 هدف، خط هجوم جدا قوي، يعتبر من أفضل خطوط الهجوم بالموسم حاليا. الفريق بال 17 مباراة استقبل 17 هدف، خط هجوم قوي، لكن خط الدفاع ما يعتبر ذاك الشيء. الفريق متصدر الدوري ب 33 نقطة على بعد 6 نقاط من أقرب منافسين نادي ريال مدريد. بالنسبة لدوري الأبطال الفريق بالمركز السادس ب9 نقاط، فرق 3 نقاط على المتصدر ليفربول. احصائيات تعتبر جدا مميزه نادي برشلونه، وما شفناها نقدر نقول من 7 سنوات. بس خلصنا من الفقره الاولى اللي هي احصائيات، خلينا ننتقل للفقره الثانيه هي اسباب وعوامل تفوق نادي برشلونه هذا الموسم. عوامل خلت نادي برشلونه يتفوق هذا الموسم، ابرزها المدرب هانز فليك اللي اجى وسوى شخصيه وهويه للفريق وبنى اسلوب لعب متميز. هذا الشيء اللي ما شفناه من 2019. شخصيه برشلونه صارت جدا قويه وكل الفرق تخاف من برشلونه ومواجهه برشلونه. الفريق هذا الموسم قدر يفوز على بايرن 4-1، وبعدها المباراه قدر يفوز على ريال مدريد 4-0 بالبرنابيو. هم مباراتين ضد دافع جدا قوي نادي برشلونه يقدم الافضل يفوز هذا الموسم بالدوري ودوري الابطال. فضلا عن انه فليك قدر يطلع افضل المستويات من هواي لاعبين مثل رافينيا. ذاك الموسم كل جماهير برشلونه كانت تطالب برحيله من النادي. هذا الموسم رافينيا مرعب، واذا استمر على هذا المستوى ممكن يحقق الكره الذهبيه بنهايه الموسم. فهانز فليك قدر يطلع افضل نسخه من رافينيا هذا الموسم. رافينيا ب 17 مباراه شارك فيها ساهم ب 20 هدف، وهو كابتن الفريق حاليا. اما اللاعب الثاني اللي هو ليفاندوسكي اللي كل الجماهير ذاك الموسم قالت اللاعب انتهى وعلى ما يفيد الفريق، فقدر هانز فليك يطلع افضل نسخه من عنده ب 17 مباراه مع برشلونه، سجل 19 هدف وصنع 2 21 مساهمه تهديفيه ب 17 مباراه. اما اللاعب الثالث فهو انيجو مارتينيز لاعب اتلتيكو بالباو السابق اللي كان جدا قريب من الخروج بالموسم الماضي، لكن هذا الموسم جاي يقدم مستويات قويه ومميزه وبطوليه. فبعد اصابه اروخو صار هو المدافع الاساسي للفريق وجاي يقدم افضل المستويات، وبالنسبه لي اعتبره من افضل 5 مدافعين بالعالم حاليا. العامل الثاني فهو السكواد المرعب والتشكيله المميزه اللي هانز فليك المتكونه من لاعبين الموسم الماضي بعد تطورهم، اضافه الى الصفقه المميزه والجديده اللي هو داني اولمو قادم من نادي لايبزيج، اضافه الى لاعبين عادوا من الاعاره مثل إيريك جارسيا وبابلو تور. وكل هالاسماء اللاعبين اللي تم تصعيدهم من اللاماسيا مثل فورت وجيرارد مارتن وباو فيكتور، من افضل لاعبين وسط بالعالم حاليا مارك كاسادو يقدر ياخذ مركز اساسي بتشكيله فليك مع نادي برشلونه، وقريب جدا انه ياخذ مركز اساسي بالمنتخب الاسباني بعد اصابه رودري. فوق هاي التشكيله المرعبه كلها اضافتين اثنين رجعوا من الاصابه اللي هم جافي وديون، فضلا عن المصابين اروخو وكريستنسن حيرجعون ان شاء الله بنص الموسم. ففليك عنده تشكيله جدا قويه، نقدر نقول فريقين تقريبا يقدر يفوز بيهم بالدوري ودوري الابطال. توقعاتي اشوف نادي برشلونه راح يفوز بالدوري هذا الموسم، وايضا ممكن احتمال كبير يفوزون بدوري الابطال. ممكن شغله واحده ما تخليهم يفوزون بدوري الابطال انه اغلب اللاعبين ما عندهم خبره بدوري الابطال. بس يا حلقتنا المميزه عن نادي برشلونه يعتبر ثاني افضل نادي بالعالم اذا ما كان افضل نادي بالعالم حاليا. بس كان معكم يوسف الشمري، مع السلامه.